تعرفوا على لاعبين لم يحصلوا على الكرت الأحمر طوال مسيرتهم. الجزء الأول. ملاحظة: سيكون ترتيب اللاعبين عشوائيا. 10. راؤول غونزاليز، خاض نجم ريال مدريد السابق 840 مباراة ولم يحصل على أي كرت أحمر. 9. ألكساندرو ديل بيرو، خاض الإيطالي أكثر من 890 مباراة ولم يحصل على أي كرت أحمر. 8. جواو موتينيو، لاعب البرتغالي أكثر من 715 مباراة ولم يحصل على أي كرت أحمر. 7. داميان داف، خاض أكثر من 614 مباراة ولم يحصل على الكرت الأحمر. 6. أندريس إنيستا، تخطى النجم الأسباني أكثر من 800 مباراة ولم يحصل فيها على أي كرت أحمر. 5. لوك يونغ، لعب أكثر من 470 مباراة ولم يحصل على أي كرت أحمر. 4. دومينيك ريشيتو، لعب حوالي 500 مباراة ولم يحصل خلالها على أي بطاقة حمراء. 3. بيتر شمايكل، لعب أكثر من 530 مباراة ولم يحصل على أي كرت أحمر. 2. محمد أبو تريكة، لعب النجم المصري أكثر من 450 مباراة ولم يتلقى أي كرت أحمر. وفي المركز الأول الفرنسي كريم بنزيما، تجاوز بنزيما أكثر من 650 مباراة ولم يحصل على الكرت الأحمر خلالها.